حيرجع لدمشق. كيف هذا الكلام؟ مو معقول، أكيد في خطأ. كيف راح يمشي ويتركنا وذكرياتنا كلها معه؟ على أن أول بيت وضع على الناس الذي يبكث المبارك وهدى للعالمين بآيات البينات والصامت الرحيم ومن دخله كان آمنا وعلى الله حج على الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جلالة الملك عبد العزيز حفظكم الله. أيها الحضور الكريم، اليوم نشهد لحظة عظيمة بفضل الله تعالى، يوم نحتفي بثمار جهدنا وتخريج دفعتنا الأولى من المعهد العلمي السعودي. 23 خريجا أمامكم جاهزين ليكونوا درعا وقلما لهذا الوطن الذي نعتز به ونفخر. جلالة الملك عبد العزيز، لقد ألقيتم علينا خطابا من نور سيظل محفورا في الأذهان ليضيء دروبنا، فشكر الله لك وأدام عزك ومجدك. أيها الأبناء الأعزاء، أذكركم بأن قدر العلم الذي تلقيتموه عظيم، وعليكم أن تدركوا أن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ومن عمل بما تعلم كان عونا له في دنياه وآخرته، ومن أهمل عمله كان العلم عليه حجة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالحمد لله الذي وفقنا وأعاننا على طلب العلم ونشره وعلى حفظ الأمانة وأدائها أمامه سبحانه، ثم أمام جلالتكم حفظكم الله. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويوفقنا لما فيه خير لنا وللأوطان. في حي الميدان بدمشق عام 1311 من تتجلى حكمة القادة في رؤيتهم الثاقبة لاختيار الرجال المناسبين لتحقيق الرؤى الكبرى. وفي عام 1363 من الهجرة جسد الملك عبد العزيز هذا المعنى بامتياز حين طلب من العالم محمد البيطار تأسيس دار التوحيد في مدينة الطائف. كانت هذه المرة الثانية التي يعهد فيها إليه بمهمة جليلة تليق بقدراته وتعكس ثقة الملك برجاله الذين لا يدخرون جهداً في سبيل الدين والوطن. استجاب البيطار للطلب على الفور وبدأ في الأداء بإتقان ومهارة. أما الملك فقد بعث رسالة عاجلة يطلب منه حفظ حقوق البيطار في وظائفه التي يعمل بها حتى تنتهي مهمته من تأسيس دار التوحيد. في العام التالي كانت الدار على موعد لاستقبال الطلاب والمعلمين تحت إدارة رجل أمين بذل جهداً ثميناً
لتحقيق رؤية مؤسس عظيم. ورجاله رأوه ملهما، وملامح عربية سامت إلى السماء، حراس حلم قادم بنفوسهم نما، نقش العلا أسماءهم وبهم ترنما. عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز ورجاله عبد العزيز. يا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قضى البيطار عمره مرتحلا بين البلدان